قصة ابتزاز، قصة نصب، قصة دعارة، قصة بص عايز تقول زي ما انت عايز تقول قول. بتبدأ القصة بثلاث ساقطات. طب عملوا ايه الثلاث ساقطات؟ وايه النصب اللي عملوه؟ وايه الفاحشة اللي ارتكبوها؟ نصلي على اشرف الخلق اجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثلاث ساقطات اخوات، ثلاثة بنات اخوات ساقطات قاعدين في شقة في المقطم، بيرتادوا ملهى ليلي بالعجوزة، منطقة العجوزة في الجيزة. طبعا بيروحوا كل يوم شغالين فتحات، بيقعدوا او يستلقطوا زباين، يعني بيقعدوا مع الزبون ده بيقعدوا مع الزبون ده ومقضيينها. طبعا على الترابيزه ماشي، يلطفوا الجو ماشي، يروحوا معاهم الشقق ماشي، كل حاجه فاتحينها مقابل المال. هم قاعدين في ذات يوم، قاعدين في الملهى الليلي، كانوا ثلاث بنات طبعا اخوات، فيهم واحده جميله جدا وجسمها يعني جميل جدا جامد، يعني على رؤيتهم، والاثنين التانيين عاديين. فاتفقوا بيبصوا لقوا ان فيه ثري عربي قاعد عند الرقاصه، وقاعد بيعمل نقطه بالدولارات. يا نهار ابيض، شايفه الدولارات قد ايه يا بنت؟ شايفه يا بنت مش عارف ايه، لا احنا لازم ايه نصيد الراجل ده. طب هنصيده ازاي؟ شافوا اجمل واحده فيهم وقالوا لها ايه، روحي اتدلعي عليه واشقطيه. بالفعل قامت اللي هي اجمل واحده فيهم وبدات تعري مناطق من جسمها وقعدت تدلع عليه وتعمله لحد ما قال لها اتفضلي يا عسل. قعدت افتح لي كذا ومش افتح لي كذا والكلام اللي حاب يحصل ده، لحد ما قال لها بقول لك ايه، انا عايزك. قالت له يعني ايه عايزني؟ قال لها تيجي معايا. قالت له طب انا معايا اختين بنات. قال لها لا انا ماليش دعوه باخواتك، انا عايزك انت. تعالي وهديك اللي انت عايزاه كله، اي حاجه انت عايزاها هديها لك. قالت له انت قاعد فين؟ قال لها انا قاعد في فندق. قالت له ما مش هينفع اخش الفندق. قال لها ليه؟ قالت له لازم هيقولوا لك فين عقد الجواز ودي تعرفها منين وهتخش في حوارات. قال لها بس الكلام ده عندنا عادي في الخليج. قالت له لا احنا في مصر لازم بيشوفوا كل حاجه. اقول لك تعالى عندنا الشقه عندي. فين شقتك؟ قالت له في المقطم. فاضيه؟ قالت له فاضيه وامان والدنيا زي الفل، بس بشرط تدفع. قال لها شو ما بدك انا بديك. وبالفعل طلعوا من الملهى الليلي الساعه 7 صباحا، كان هي قعدت طولت معاه وكانوا اخواتها الاثنين روحوا. راح معاها الشقه في المقطم، دخلوا فتحوا الباب واذا به يفاجئ بالاثنين بنات اخواتها قاعدين في الشقه. قال لها ايه اللي بيحصل ده؟ مش انت قايله لي ان انت لوحدك وان مفيش مشكله؟ قالت له عادي، ما احنا كده كده على طول. فهم اخوات البنات اعتبرهم مش موجودين، دي اوضتي خاصه بيا لوحدي، هندخل فيها وندلع نفسنا زي ما انت عايز، ولا كانهم موجودين ولا كان في حس خبر ولا اي حاجه. لا بجد؟ قالت له بجد، ما احنا متعودين على كده على طول. بالفعل دخل معاها الغرفه وقال خلاص. فقالت له بقول لك ايه، انا عايزاك تاخد شاور كده وتاخد دش وبعد كده تيجي ندلع نفسنا. قال لها والله يعني رايك عندك حق. دخل الحمام علشان ياخد دش في الحمام. تعمل ايه هي بقى؟ راحت داخله قلعه هدومها ولابسه حاجه بيبي دول كده شفافه، وخدت التليفون وراحت فاتحه باب الحمام ودخلت وقفلت وراها وقلعت البيبي دول. اصبحوا الاتنين كما ولدتهم امهم. ونزلت معاه تحت الدش بحجه ان هي يعني نفسها تلعب معاه تحت الدش، وقعدت تصور سيلفي كده للحظات الممتعه اللي هي بتحب تكون فيها. والبي طبعا خلاص يعني نظبط الدنيا، بس طبعا كان التصوير بتليفونه. فهو بيقول لها ازاي بتصوري؟ قالت له ما هو تليفونك يا حبيبي، انت كده كده اللي هيبقى معاك الصور وانا هاخدهم منك بلوتوث. هو قال لك خلاص انا هصور واخد، بس مش هبعت الصور دي، صوري زي ما بدك. قعدت تصور وتتدلع قدام الكاميرا تحت الدش، وقعدوا خدوا صور وحاجات من هذا القبيل. ويلا بقى نطلع على السرير في اوضه النوم.
لفته ببشكير وطالع، فوجئ باتنين رجاله واقفين قدام باب الحمام وبيصوروه هو خارج. ايه ده؟ في ايه في ايه في ايه؟ قالوا له لا فيه ولا مفيش، انت بتعمل ايه هنا؟ انا والله راحوا ماسكينه رابطينه، ويعني قيدوه جامد ومسكوه يا جماعه. يعني اولا ضربوه ضرب مبرح، يعني ما خدوش حمار في مطلع، واخدوا منه، بعتذر، واخدوا منه كل حاجه. كان معاه ايفون اخدوه منه، كان معاه ساعه رولكس اخدوها غاليه جدا طبعا، وكان معاه طبعا مستنيين ياخدوا دولارات وكده، لقوا معاه شويه دولارات بساط، لكن معاه 12 فيزا. 12 فيزا، وطبعا الفيز دي فيز مصريه، فطبعا مسكوه. ايه ارقام السريه بتاع الفيز دي؟ لا مش هقول. تنوهم يضربوا فيه لحد ما اعترف ان فيه رقمين اتنين باسورد لل 12 فيزا، رقمين اتنين بس. يعني ال ال يعني ال البطاقه تجرب عليها الرقم الاولاني، ما نفعش يبقى التاني، يبقى الاولاني. هم رقمين اتنين بس، جرب على كلهم. يعني في حوالي 5 بالرقم ده وستة ولا 7 بالرقم التاني. بالفعل ربطوه وسابوه مربوط في الشقه، محدش بيروح له غير بيحطوا له شويه نستون، ربع رغيف عيش، مش عايزين يدوا اكل زي ما انت فاهم او يشبعوه، لا هم عايزين بس يعيش. ونزل الاختين وسابوا البنت دي معاه، وولد من الشباب معاه، ونزل الشاب التاني مع الاختين، وقعد يلفوا على ATM عشان يسحبوا ما يمكن سحبه في اليوم. طبعا انتوا عارفين ATM ليه ليميت حد، فطبعا النهارده لا احنا سحبنا كذا، مفيش يعني ما ينفعش تاني، بكره ما ينفعش تاني، بعده ما ينفعش تاني. غابوا فتره لحد ما خلصوا الفلوس اللي في الفيز اللي قدرت ب6 مليون جنيه. 6 مليون جنيه. يعملوا ايه بقى؟ هم راحوا واخدين الفلوس وراحوا طالعين شاريين 5 ايفون. 5 ايفون، ما مش هيستعملوا بقى، ممكن يبلغ بيه عشان يكسروه مثلا، يكسروا بتاعه، لانهم واخدين منه. وخدوا الساعه الرولكس باعوها، ساعه تجيب لها نص مليون جنيه، باعوها ب50,000 جنيه. وراحوا شاريين ال5 ايفون، والبنات جابوا ذهب وحاجات من ديت، وعانوا بقيه الفلوس. بعد ما ظبطوا الدنيا وهو مربوط لسه معاهم، راحوا رايحين له قالوا له بص بقى، احنا مش هنقتلك، احنا مش هنقتلك، بس كل الحكايه شايف ادي صورك وانت طالع من الحمام، ادي صورك وانت جوه الحمام وانت ملط، ادي صورك وانت بلبوظ زي ما جابتك امك، واحنا معانا التليفون فيه رقم زوجتك ورقم قرايبك ورقم عيالك، وعليه حساب الفيسبوك بتاعك، وعليه وعليه وعليه. اقل حاجه هنعملها هنروح منزلين على صفحه، طبعا صفحه الفيسبوك لما بيدخل على الفيسبوك بتفتح، فطبعا الصفحه مفتوحه، فهننشر عليها الفيديوهات اللي اتصورت، وهنفضحك وهنخليك جرصه لكل الناس اللي انت تعرفها. اطلع يا باشا، خد بعضك واركب طيارتك وورينا عرض كتافك، ما نشوفكش في مصر تاني. جه طلع، هو قاعد يقول حاضر ونعم عشان يطلع، طلع منهم وهم قاعدين في بطنهم بطيخه صيفي ان الراجل ده هيطلع من الشقه على المطار على او من الشقه على الفندق، ياخد هدومه وعلى المطار عدل يلحق يرجع بلده. لكن اللي حصل غير كده، الراجل السري العربي راح طالع فورا قبل ما يروح الفندق، راح رايح على مركز شرطة المقطم. راح مركز الشرطة وبلغ عنهم وحكى كل حاجة حصلت معاه، والفلوس قد ايه وسحبوا ايه، وبص كل حاجة. طبعا طلعت معاه قوة، انا عارف الشقة، طب هي فين؟ طلعت معاه قوة، راحوا دول كان بقى بطنهم بطيخة صيفي، مستحيل يعني، مستحيل يبلغ، ده احنا ماسكين عليها وحاجات وحاجات. بالفعل فتحوا خبطوا عليهم وفتحوا الباب، لقوهم لسه موجودين ومعاهم الحاجة، وتم القبض عليهم ال5. تم القبض عليهم وسلموا ال5 الايفون، والايفون بتاع الراجل كان لسه موجود،
وسلمهم الفلوس اللي هم الذهب والحاجات اللي هم اشتروها وبقيه الفلوس. لكن الساعه الرولكس كانت انباعت. راحوا طبعا قبضوا على اللي هو كان اشتراها، لانه عارف ان هي مسروقه، لان مفيش ساعه رولكس بنص مليون جنيه اشتراها ب 50,000 جنيه. هو عارف ان هي مسروقه وخدها وتضامن معاهم وهو سكت، فتم القبض عليه هو كمان، واخدهم 4 ايام استمرار. نيجي هنا نقول يا حرام، شفتوا البنات عملوا ايه في الساري العربي؟ السؤال هنا ما يستحقش اي استعطاف نهائي. مش عشان هو ساري عربي، لا، مش عشان هو مش من مصر، لا ابدا. هو كان رايح يعمل ايه؟ كان رايح يصلي؟ كان رايح يتهجد؟ ابدا، ده رايح يعصي ربنا، سايب بلده وسايب دولته وجاي هنا عشان يجي يعصي ربنا ويعاشر مع ساقط ويدلع نفسه زي ما بيقول، وانا ادلع نفسي. يستاهل اللي حصل له مبدئيا، يعني اللي رايح يغضب ربنا ده ويحصل له اي حاجه من الناس اللي معاه او اللي هو رايح لهم، يستاهل اللي حصل له. مش معنى كده ان احنا بنقول للناس انتوا زي الفل، ابدا ابدا. بس انا بتكلم في حته التعاطف، انك تتعاطف مع هذا الراجل ده ما ينفعش حد يتعاطف معاه. انا بقول لك، انا عن نفسي، انا بتكلم عن نفسي بقى، انا ما ينفعش اتعاطف معاه. ده راجل رايح يغضب ربنا، عملوا معاه كده. اشرب يا باشا، اشرب، اعرف ان الغلط يعني اخرته سودة. معصيه ربنا اخرتها سودة، وهي اللي هتوديتك للي انت فيه ده دلوقتي. واحمد ربنا انك رحت للشرطه علشان تلم الدنيا وتاخد حقك. واحد غيرك كان خاف من التهديد، يعني هو كويس ان هو راح للشرطه عرف ياخد حقه، كان قلبه جامد. واحد تاني كان خد بعضه ومشي وهم اتمتعوا بالفلوس دي. نيجي للبنات بقى والشباب. يعني انتوا شفتوا راجل بيرمي فلوس على الارض؟ بالمناسبه، يعني كلامي للراجل برضو الساري العربي، الفلوس اللي انت بتلقحها دي عمال على بطال، واللي انت رحت اشتكيت عشان ترجع لك او بلغت عنهم عشان الفلوس دي ترجع لك، يعني بدل ما ترميها على الرقصات في ملاهي ليلي يعني الليليه، روح يا باشا اتبرع بيها لمستشفى 57 357، مستشفى الناس، مستشفى الورى، اورام الاطفال، اي مستشفى الحروق، اي مستشفى اتبرع بيها ربنا يكتب لك بقى ثواب يا باشا. اتبرع بيها لاي دوله فقيره. انت راجل برضو من الخليج، اتبرع بدل معاك الفلوس، اتبرع لاي دوله، يمكن ربنا هيكتب لك ثواب كبير بدل ما تعصي ربنا بيهم. ادي الثلاث ساقطات عملوا ايه علشان خاطر الفلوس، وفضحوا نفسهم واتحبسوا عشان برضه هم بيعملوا غلط، عشان برضه ربنا رفع من عليهم الستر، لانهم عملوا كتير قبل كده مع ناس كتير. لكن ستر ربنا لما بيترفع خلاص انتهت، خلاص انتهت، الستر اترفع عنكم. ربنا كان ساتركم ويديكم الفرصه تتوبوا، مساتركم ويديكم الفرصه لحد انتوا عملتوها، عشان كده ربنا رفع الستر عنكم. هنقول ايه؟ لله الامر من قبل ومن بعد. دي كانت حكايتنا النهارده.